انا اسف يا فندم، عندي ظروف شخصيه هي اللي اجبرتني على الاستقاله. انا عاوز اعرف بقى ايه هي الظروف اللي تجبرك انك تضيع مستقبلك بالشكل ده؟ خد اجازه يا اخي لحد ما تريح اعصابك وبعدين نبقى نتكلم. انا مش ضامن نفسي الفتره اللي جايه دي ممكن اعمل ايه. اخاف ظروفي تدفعني اعمل حاجه ضد مبادئ المهنه. انا ما بقتش قادر اكون عادل مع نفسي او حتى مع اقرب الناس ليا. الحكم بين الناس اساسه اليقين يا فندم، وانا كل حاجه في عيني صبع الشك، والدنيا بتقولي اعمل كل الناس على انهم اشرار، فازاي هقدر احكم بين الناس بالعدل؟ اسف يا فندم، مش هقدر اكمل. انتي ما قديش جبتينا على اللوكيشن مظبوط؟ مش عارفه استنى اشوف. الموبايل فصل شحن. ما في اعمل شيء. لو كنت طلعت خط مصري كنت خليتك تحكي من عندي. نعمل ايه دلوقتي؟ اهو ده ليلى. عمالك تعالي لهون. اطلعي يا مريم، تعالي بسرعه. الو يا ابو الصحاب. مش ده اللي في المنصوريه بعد المصنع؟ ايوه عارف. ماشي تمام، مردودة لك يا صاحبي. سلام. أول مرة بحس إني بدي أرجع للبنان من كتر ما إني خايفة. شو صعب الواحد يحس إنه حياته مهددة وبأي وقت ممكن تخلص. طيب يا حبيبتي، طيب انزلي وروحي ريحي وهدي اعصابك، وانا هروح مشوار نص ساعه كده وارجع. يلا. لوين رايحة؟ ما اكيد مش هقول لك بقى، ما انت اول ما هتدخلي بابا هيسالك وهتقولي له انا فين، ومش عايزه الاقيه فوق راسي. بليز يلا. أحسن ما تدخليني بيناتكم، بس بليز ديري بالك على حالك. دكاترة علمي وحالة تسمم شديدة. طنط فريدة وجيران الحمد لله حالتهم مش خطر. يوسف بيه هو حالته خطر جدا، وكمان في 6 من الحرس ماتوا. الو يا معلم عرفان، الواد دخل قصر كبير كده ومهجور، تحس ان هو قصر علي بابا. يقفل على عينك لحظه. خايف بس يا معلم لا يكون ال 40 حرام موجودين جوه ولا حاجه. لو الدار امان هات اللي معاه وانا هروقك. لا ما دام فيها ترويقه بقى يبقى يا قاتل يا مقتول.
اوامرك يا معلم. يوسف يا مالكي، يوسف، الحاجة اللي بتدور عليها معايا، بس مش هديها لك غير لما اعرف مين اللي قتل اختي. يا يوسف اثبت مكانك يا اثبت. طلع الالماظ اللي معاك. اخلص. مش معايا غير دي يا شبح. اثبت كده انت وهو يا بهدوء بقى كده. تعال عرفوني فين مكان الالماس. انا النهارده قاتل يا مقتول يا امور. نزل سلاح، نزل سلاحك يا بقول. كريم، Oh!